بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم على قناتكم سهل وبسيط وفيديو جديد. النهاردة هنعمل الكفتة بالبرغل، والبرغل هو الحب الذهبي الجميل، مفيد وممتاز جدا جدا، وبيفرق جدا 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 في عمايل الكفتة. هناخد دلوقتي 4 معالق بس وننقعهم، ومعانا بصلة بقى متوسطة، ومعانا التوابل بتاعتنا، ومعانا قرن فلفل أحمر، وحابة تضيفي أي مواد تانية زي البقدونس كده ممكن تضيفيها، ومعانا فص ثوم واحد بس. كل ده على الكبة بتاعتك هتفرميه فرمة تمام قوي مع التوابل، وبعدين هنصفي برغل ونمسك كل ده مع بعضه ونعجن. اتفرموا الفرمة تمام، وهيبقى معانا انا اللي بشرها جنب اللحمة المفرومة ده قطعة دهنة صغيرة كده بشرتها في المبشرة، وهنقلب كل ده على بعضه. وهنعمل كيكة برضو النهاردة، هنعمل كيكة بالكاكاو جميلة جدا وسهلة جدا. هكتب لكم التقدير بتاعتها، واحنا متفقين ان كل جمعة ربنا يجعلها جمعة سعيدة على الجميع يا رب، ان احنا لازم ولادنا يقوموا الصبح كده على ريحة حاجة جميلة بتتخبز في البيت زي امهاتنا زمان. اوصي نفسي واوصيكم ما ننساش الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما ننساش ان في يوم الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، ربنا يرزقنا تقبل الدعاء. ندعي لنفسنا وندعي لولادنا بالهداية وصلاح الحال، وندعي لبلادنا بالخير كله. هنقلب كل ده تقليبة تمام كده مع بعض، وبعد كده على ايد الشوكة او على ايد المعلقة وهنبدأ نصبعها. هتبقى سهلة جدا. الصينية بتاعتك تدهن دهنة زيت كده جميلة، والفرن يبقى شغال عشان لما تدخليها يبقى الفرن سخن. انا عندي الفرن شغال لان في الكيكة اللي انا حطيتها سهل جدا جدا تشكيل الكفتة على ايد معلقة، على ايد شوكة، على المقوار، على اي حاجة تقدري تشكليها. وبعدين بتسحبيها بسهولة كده من على الحاجة اللي انت بتشكليها عليها. بالنسبة للمقادير، انا المقدار اللي انا عملته ده 1/4 كيلو لحمة مفرومة. انا دخلت الصينية وطلعت صينية الكيكة انا عاملاها في حلة، فادت ارتفاع جميل كده. من الحاجات الجميلة اللي بترفع الكيكة يا اما معلقة صغيرة خل او كربوناتو. هنبدأ بقى نعمل السلطة الخطيرة الجميلة. السلطة دي بقى في كوكتيل ليها كده. أول حاجة بنعملها البصل، لأن البصل هيتحط أول حاجة في البولة بتاعتك. أول حاجة تحطيها البصل، وتحطي فوقيه التوابل بتاعتك يشرب كده منها، على ما انت تقطعي بقية الخضار، أو تتقطعي الخضار كله وتبدأي بالبصل. بنقطعها شرايح كده زي السلطة الجميلة اللي بتبقى عند الحاتي اللي بتجيلنا مع المشويات دي. لكن دي حاجة بقى جميلة كده نظيفة انت عاملاها لولادك في البيت بإيدك انت. هنحط معلقة خل، وهنحط نص كوباية صغيرة مية، والتوابل بتاعتنا، ومعلقة زيت زيتون. وابدأي بقى بالبصل ولفيه لفة جامدة كمان أكتر من كده، ونزلي عليه بقية الخضار وعصرة الليمونة بقى الجميلة دي. وما اقولكيش بقى على طبق السلطة ده، والله طبق السلطة ده لوحده حكاية. عايزة تاكلي بقى الكفتة بتاعتك مع مكرونة جميلة، عايزة تاكليها في عيش، زي ما انت عايزة، بألف هنا وشفا للي هيجرب. نورتوني لو وصلتوا في المشاهدة لحد هنا. لو استمتعتوا بالفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو، تكتبوا تعليق، وتنوروني بالاشتراك في القناة. الكفتة رهيبة جدا جدا، مستوية وطرية وما خستش، وريحتها جايبة آخر الدنيا.
اغريفي بقى وكلي وبألف هنا وشفا. شكرا ليكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.